السلام عليكم متابعيني الاعزاء واهلا بكم بهذا الفيديو. هواي من عندكم طلبوا من عندي اسوي فيديو عن هذا الجهاز واللي هو الشاومي باد 6. راح اعطيكم شويه معلومات عن هذا الجهاز وبنفس الوقت اشارككم رايي هل يستحق الشراء الشاومي باد 6 بالوقت الحالي ام لا. كملوا الفيديو للنهايه وان شاء الله تستفادوا. نبدأ مع الشاشة. الشاومي باد 6 يجي بشاشة 11 انش IPS LCD بدقة 2.8K مع معدل تحديث 144 هرتز. التجربة هنا جدا سلسة، خاصة إذا كنت تستخدمه للتصفح أو الألعاب. وبالنسبة للجزئية الخاصة بموضوع سطوع الشاشة بالاستخدام الخارجي، فالجهاز وسطوع الشاشة يعتبر جدا ممتاز، ما أعتقد راح يكون مشكلة بالنسبة لك بأي نوع من الاستخدام. بالنسبة للمعالج، الجهاز يشتغل بمعالج سناب دراجون 870 وهو معالج صح قديم لكنه بصراحة يعتبر قوي لحد الآن، وأداءه بالنسبة لهاي الفئة يعتبر جيد جدا. على ألعاب مثل ببجي، كول اوف ديوتي راح يأدي وياك بشكل ممتاز. وطبعا أكيد إذا كنت تدور على الجهاز للدراسة، ألعاب او حتى عندك شغل مثلا معين، فبصراحه الجهاز راح يكون خيار جدا ممتاز لانه فعلا يقدم اداء جيد. النسخه اللي عندي اخذتها تجي مع رام 8 جيجا بايت وذاكره 256، وسعرها بالسوق العراقي اللي انا اشتريته به هو 415 الف دينار عراقي. الان نجي بالنسبه للكاميرات. عندك كاميرا خلفيه 13 ميجا بكسل وكاميرا اماميه 8 ميجا بكسل. طبعا الكاميرا مناسبه لمكالمات الفيديو، التصوير البسيط، لكن لا تتوقع اداء احترافي هنا لان بالنهايه هو جهاز تابلت مو موبايل. اما من ناحيه البطاريه، فالجهاز يجي مع بطاريه 8840 ملي امبير تدعم الشحن السريع بقوه 33 واط. البطاريه كفتني يوم كامل بسهوله مع استخدام متنوع سواء تصفح، فيديوهات، العاب. بشكل عام البطاريه تمشي استخدام يوم كامل. وزن الجهاز 490 غرام، يعني خفيف ومريح بالاستخدام اليومي او اثناء التنقل. وبصراحه شكل الجهاز والتصميم ممتاز مع اطار معدني راح ينطيك احساس بالجوده العاليه. اهلا بكم مره ثانيه. بنهايه هذا الفيديو، بصراحة الجهاز احنا اخذناه او انا اخذته لابن عمي بسعر 415 الف دينار عراقي لنسخة 8 رام مع ذاكرة 256، فيعني تقريبا تتكلم عن 250 260 265 دولار بهاي الحدود. اشوفه من افضل الاجهزة اللوحية اللي ممكن تاخذها بالوقت الحالي. وعلى الرغم ان الشاومي باد 7 مفترض من المفروض انه يكون قريب من النزول عندنا بالعراق، ولكن هذا الشيء بصراحة ما عندي اي معلومة عنه، ولذلك بالوقت الحالي وبتاريخ تسجيل هذا الفيديو انا انصح بهذا الجهاز لانه فعلا يقدم قيمة حقيقية مقابل السعر تدفعه انت. اذا عجبكم الفيديو خلوا لايك واشتركوا بالقناة. انا شفت وياكم محمد، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي.